بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2025 وتحت إشراف مديرية الطاقة والمناجم لولاية الجزائر تم اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان توفير المواد الطاقوية ولا سيما الكهرباء، الغاز الطبيعي، الوقود، وأيضا قارورات غاز البطان، وذلك بسلاسة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. فيما يخص الكهرباء والغاز تم اتخاذ إجراءات طارئة من قبل مديريات التوزيع والكهرباء والغاز الستة المتواجدة عبر إقليم ولاية الجزائر، لا سيما الحراش، بالوزداد، جسر قسنطينة، بولغين، الدار البيضاء، وسيدي عبد الله. وهذا بتعزيز الفرق الميدانية للتدخل السريع عند انقطاع التيار الكهربائي أو تسجيل تذبذبات في تموين الغاز الطبيعي عبر شبكة صون الغاز للساكنة لولاية الجزائر. زيادة عن ذلك يتوفر صون الغاز بالرقم الأخضر 3303 لتمكين المواطنين من إبلاغ عن أي انقطاع في التيار الكهربائي أو التذبذبات في توزيع الغاز أو طلبات أخرى تتعلق بالشبكتين الغازية والكهربائية. أما فيما يخص المواد البترولية أو المنتجات البترولية، كما نعلم أن الوقود فيما يخص البنزين بدون رصاص، السيرغاز والمازوت عبر شركة نفطال، حيث تقوم مراكز التخزين في خروبة والحراش بتوزيع للمحطات الخدمات أو محطات البنزين خلال 24 ساعة على 24 ساعة بالنسبة لمحطات الخدمات التابعة لمؤسسة نفطال. أما المحطات المسيرة من طرف الخواص فهي تعمل من الساعة 6 صباحا إلى غاية 10 مساء. فيما يخص قارورات غاز البطان، وخلال عيد الأضحى المبارك التي يتمثل الطلب عليها، فإن قارورات الغاز البطان بكل الأحجام متوفرة لدى مؤسسة نفطال عبر 3 مراكز للإنتاج للتعبئة قارورات الغاز البطان، وهما متواجدين بسيدي أرزين أيضا والحراش، وبطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 60,000 قارورة يوميا، يعني عند مؤسسة نفطال ومراكز التعبئة المتواجدة كما قلت بالحراش وأيضا بسيدي أرزين. أيضا هناك متعامل من الخواص متواجد بمنطقة صناعية بتسل المرجى بطاقة إنتاجية 15,000 قارورة يوميا. أما التوزيع فلعلمكم سواء على النقاط المتواجدة في محطات البنزين أو الخدمات التابعة لشركة نفطال أو عبر الشاحنات وللتابعة للخواص الذين يجوبون عبر أحياء بلديات العاصمة لتوزيع تلك القارورات. ويمكن للمواطنين استخدام تطبيق نفطال خدمات عبر الهاتف النقال للاطلاع على مواعيد فتح وغلق المحطات وأيضا على وفرة المواد البترولية. هذا تطبيق خاص بالسمارت فون، يعني عبر الهاتف تلقوا خدمات وتلقوا كل المحطات المتواجدة عبر 57 ولاية بلدية، يعني تدخل التطبيق هذاك تكليكي تلقاي اسكو راهي مفتوحة ولا غير مفتوحة. أيضا هناك زيادة عن ذلك هناك رقم أخضر
3305 لتمكين المواطنين لإبلاغ عن نواقص أو احتياجات فيما يخص المنتجات البترولية أو المواد البترولية.